بس هو حلو ان هو كاندي حلويات ملبن، عامل زي الملبن بتاع عروسة المولد. انا طالعه لكم بكل طبيعتي، على طبيعتي جدا، من غير اي ميك اب، من غير اي ما اعمل شعري حتى. انا اصلا داخله اغسله. بس قبل ما اغسله واقول لكم عملت ايه في شعري نفسه، عايزه اشوف بس طمن ان الكاميرا شغاله. ده بس مش بتاع روتانا سينما. المحتوى ده مش اعلاني، انا هقول لكم مفضلاتي او الحاجات اللي انا فضلتها او عجبتني في العنايه بالشعر. ده بيتقل الشعر جدا يا جماعه. انا عرفت منين انه بيتقل الشعر جدا جدا؟ ليه انا عرفت كده؟ اولا وانا صغيره كنت بستخدمه، كان شعري بيبقى طويل جدا وتقيل جدا، فانا فاكره له ان هو فعلا بيتقل الشعر، الامله، عشان الاملج اللي فيه ومجموعه الزيوت اللي فيه. طيب ليه بقى؟ ليه انا رجعت استخدمه تاني؟ هو جالي من السعوديه هديه الحمد لله. كنت ببيعه اوقات لما كنت بلاقي الاوريجينال في الستور عندي، لكن دلوقتي انا مش لاقياه. ممكن استورده وارجع استورده تاني، ولو عايزين قولوا لي في الكومنتات. استخدمته على شعر بنتي، ما كملتش شهر ونص. شعر بنتي كان كله فراغات، صغير ما بيطولش، بقى قد كده للاسف. هو بيتقل الشعر لدرجه انك ما بتعرفيش تسرحيه، بيتقل شعر جدا. طيب انا حطيته على الطروف وعلى الجذور. الشعر عشان تصلحيه لازم تحطي ترطبيه كويس قوي، من غير يعني زي دي بقى، بس انت هتغسليه بشامبو كويس. هقول لكم الشامبوهات برضو المفضله. ده قلت لكم في الفيديوهات انه ما عجبنيش على الاطلاق عشان ريحته كوكونات، وانا ما بحبش الكوكونات قوي في الشعر. هو جالي صدفه اصلا، جالي غلطه، ما بحبهاش ارميه. لا، استخدمته كريم، استخدمته حمام كريم قبل الشعر، قبل الشاور بنص ساعه على الشعر المترطب بالزيت. تمام، وخلاص هيأدي الغرض، هيأدي الغرض ويبقى زي الفل وزي القمر وزي العسل. جو حر جدا واحنا العرق يعني شعري اصلا بيعرق. طب ايه مفضلاتي بقى في العنايه بالشعر؟ الاول يا جماعه، من داخليا كده لازم تكوني عارفه ان انت ما عندكيش انيميا، واكشفي او اعملي تحليل سيروم فيرتين. مهم جدا، هيفرق معاكي جدا ان انت تمام، الانيميا تمام، الهيموجلوبين عندك تمام من 12 ل 14، فانت كده في السيف سايد، شعرك مش هيقع. لو شعرك بيقع، لو شعرك بقى لسه بيقع، يبقى دي اسباب تانية، اسباب ليها علاقه بان الشعريه نفسها متقطمه، زي ما حصل معايا كده، والشعر اتحرق من البيبلي والبروتين الغلط اللي انا استخدمته. داخليا هنرطب ازاي؟ داخليا قصدي هنغذي الشعر ازاي؟ ليميتلس فوليك اسيد هينفع معاكي جدا. الفوليك اسيد بيطول الشعر قوي وبيغذي الشعر قوي. انفينيتي باي فيتا عايزه اديله فرصته، لسه ما لقيتش منه نتيجه قوي، بس هو حلو ان هو كاندي حلويات ملبن، عامل زي الملبن بتاع عروسه المولد. كاندي. ممكن تستخدمي طبعا الحاجات دي كلها هتفرق معاكي قوي. انا بس عندي دوشه بره بس شويه. مهم بقى ايه؟ الشامبو. شامبو جدا مهم. طيب عشان انضف فروه راسي، كل مره اقول لكم يا جماعه لو لقيتوا ده هاتوه. نايس ليس اهو، نايس ليس. انا ما اعرفش الفيديو بيصور ولا لا، عشان كده بحب اصور بالكاميرا الخلفيه بقى. نايس ليس، نايس ليس حلو جدا. يعني هو يعتبر سلفيت فري، في نفس الوقت بينضف فروه الراس جدا جدا جدا. ده بقى مش سلفيت فري، بينضف فروه الراس. هيربال اسنس حلو في ايه؟ في ان شعري بيزيق بينضف لدرجه ان الشعرايه بتزيق. هو بخلاصه ايه؟ بخلاصه ال هو بارافين وسيليكون فري وبارابين فري وكالورانت، يعني مفهوش، هو شفاف، مفهوش حاجه تلون. هو بالجنزبيل، بالميسلر ووتر اللي احنا بنشيل بيه الميك اب. فانت متخيله ممكن يعمل ايه بشعرك؟ هينضفه جدا. الميسلر ووتر والجنزبيل الازرق عجبني في تنظيف فروه الراس قوي. تمام، بس بيزيق الشعر، يعني طبعا لازم ترطبي بعدها ببلسم كويس قوي. اللي ما عجبنيش قوي، او لا استنوا بقى، هو ما عجبنيش فتره، بس انا استخدمته ونشفت شعري بالسشوار عادي. نشفته تنشيفه بسيطه، عجبني. وعملت بالكريم ده ليف ان، كريم صنصل كده، احلى واحد في الدنيا، حلوين جدا. ده عجبني ان هو سلفيت فري، بينظف الشعر مش كويس قوي، بس يعني لو انت بتغسلي شعرك يوميا زي حالتي كده او كل يومين، هيفرق معاكي قوي قوي قوي. فطبعا دي مفضلاتي. شعرك بقى، فروه راسك لو عليها قشره، شعرك استحاله يطول، شعرك استحاله يبقى كويس، شعرك هيفضل وحش. انا شعري كان اسوأ من كده، بس انا بصلحه. كريلا، وما تجيبيش اي حاجه تانية، كريلا محلول للقشر. لو لقيت حاجه تانية هقول لكم. تمام.
وبس كده. لا هقول لكم اعملوا لايك ولا هقول لكم اعملوا سبسكرايب، اعملوا اللي انتوا عايزينه، اكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا حابين تسالوني عن حاجه، وانا هنا هتابع معاكم واقول لكم تجربتي مع كل المنتجات اللي انا حبيتها، وعموما اي حاجه في اللايف ستايل جربتها ونفعت معايا. كنت عايزه اقول لكم على فرشه للشعر، استنوها مني في الفيديو الجاي، ريفيو مفصل عنها، فرشه ممتازه جدا. هعمل شعري بعد الشاور واعمل لكم ريفيو عنه، عن الفرشه دي بصراحه والله ما اعلان، بجد تستاهل كل جنيه بيدفع فيها. ودي عشان انا حابه ان انا افيدكم. قولوا لي بقى رايكم ايه في الاضاءه. اعمل الاضاءه دي 1 ولا 2 الاصفر، ولا 3 دي، ولا 4 الهاديه دي، ولا 5 المتوسطه؟ قولوا لي. هما تقريبا 5 اضاءات ولا ايه؟ تقريبا 5 اضاءات. اشوفكم على خير الحلقه الجايه. طب يا جماعه، علشان اللي ما حبيتش اخبي عنكم حاجه، فرشه تانجل تيزر هنتكلم عنها بالتفصيل وهجربها لكم اونلاين كده. حلوه جدا جدا جدا. اشتريتها من على بريدفاست ابلكيشن. تمام. بصراحه عجبتني في ايه؟ عجبتني في ان انا جربتها على شعر بنتي، كانت بتسرح شعر بسهوله ويسر كده. سعرها صدمه انا عارفه، بتسرح شعر بسهوله جدا. انا جبت اللي هي مناسبه للبوريك. يعني دي مش حاجه حلوه قوي، يعني المفروض اجيب اللي هي للديتانجلينج او للتسريح. دي مناسبه للستايلنج، بتدي فوليوم اكتر للشعر، فدي بعد ما تسرح شعر. بس انا والله ما لقيتش منها يعني نتيجه وحشه، يعني ما وقعتش شعري الحمد لله. يعني بصوا، احساس اسمر كده، ASMR. بصوا، طريه قوي على فروه الشعر. ده بيخلي فروه الراس كده تتحفز قوي، بيحفز الزيوت اللي في فروه الراس. هل تستاهل 600 او 800 جنيه؟ هي على المواقع كلها ب 800 جنيه، 850، 849 حسب الموقع. اشتريتها من بريدفاست ب 600 وشويه، مش فاكره 600 كمان بالظبط بصراحه. لا تستاهل كويس قوي، تستاهل جدا. ايوه انا عارفه ان صعب جدا ان احنا ندفع الرقم ده في فرشه، واللي احنا بنجيبها اصلا ب 10 جنيه ولا ب 50 جنيه ولا بكتير قوي 90 جنيه. بس لا، انا لقيتها تحفه. بس اشتروا اللي هي مناسبه للديتانجلينج او للتسريح. هتلاقوها في اماكن كتير، ladies.com، اللي هو في سيتي ستارز، هتلاقوها في صيدليات بلوم، ممكن تلاقوها في العزبي، ممكن تلاقوها في بريدفاست، دوروا عليها. على امازون موجوده، عند سيلرز كتيره جدا جدا موجوده. هتعجبكم جدا، انا شايفه ان هي حلوه قوي، واتكلمت عنها كتير وهتكلم عنها تاني في الفيديو الجاي. قولوا لي عايزين تسمعوا عن ايه او نتكلم عن ايه الفيديوهات الجايه، واشوفكم على خير. سلام.